يلا نروح المكان ده النهاردة. أنا مش حابة المكان ده، بس مش عايزة أزعلهم. اسكتي، لو قلتي رأيك ممكن يبعدوا عنك. لو اعترضتي هتخسريهم. اللي بيبعد عشان رأيك عمره ما كان أمان. استنوا لحظة، أنا بصراحة مش مرتاحة للمكان ده. ممكن نختار مكان تاني؟ بجد؟ طب ما كنتي تقولي من الأول. عادي يعني نغيره، مش موضوع كبير. اللي حصل مش مجرد موقف بسيط، الخوف ده بيتكون مع الوقت وبيكبر من غير ما نحس. ودلوقتي خلونا نفهم مع دكتورة أمنية ليه ده بيحصل مع ناس كتير. اللي حصل في الموقف ده مش ضعف، ده نمط نفسي بيكون بدري جدا وتقريبا من غير ما نحس. لما الطفل يحس إن رأيه ممكن يزعل حد، العقل يتعلم إن السكوت أأمن، ومع الوقت الخوف يبقى رد فعل تلقائي. كل مرة بنسكت فيها العقل يقتنع إن ده الطريق الصح، مش عشان إحنا ضعاف لكن عشان عقلنا بيحاول يحمينا. وأول مرة نقول رأينا ونلاقي إن مفيش رفض حصل، النمط يبدأ يضعف، وده أول خطوة في التعافي.